قررت اعمل تجربه اول مره اعملها في حياتي، واللي هي هلعب سكيت عدواني. وكان معانا في التجربه ديت محمد عماد ومشمش، ودي تعتبر اول مره اجرب فيها الاجريسيف. وفين؟ في ايجي سكيت بارك. صراحه يا جماعه انا بقالي فتره كبيره جدا 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 عايز العب اجريسيف، مش عارف العب اجريسيف. عايز اصور الفيديو دهوت ليكوا، وعايز اديكوا الانطباع واديكوا كده الاكسبيرينس وانا بجرب اول مره العب سكيت عدواني. مش عارف، انا متوتر بصراحه يا جماعه. شكله غريب قوي، مش نفس السكيتات بتاعتنا يعني. هو العجل بتاعه صغير ليتس جو. تجربة السكيت اوكي، حاسس ان انا بلعب بسكيت عادي، بس اللي هو انا قريب اكتر من الارن ويلز بتاعت الاجريسيف يا جماعه. بتكون حجمها تقريبا 60 مللي واحنا بنلعب ب 80 وانا متعود على 110، فاللي هو فرق كبير جدا. مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، حاسس الموضوع صعب شويه، بس لا برضه يعني كده فيها اللي هو ايه وسوسه كده ان هو موضوع سهل يعني. وعلى فكره الموضوع سهل، بصوا يعني الموضوع سهل يعني. هنزل من هنا يعني الاحلام دي انا عارفها. هلو اسمك ايه؟ اسمي يوسف. ماشي يا يوسف. ياسو انا عارفه يا جماعه. هو احلى حاجه بصراحه في الموضوع ده كله واللي مطمني بامانه ان معايا حد بيعرف يلعب اجريسيف. هو مش بقاله كتير في المجال، بس هو دارس المجال بطريقه كويسه، اللي هو محمد عماد. يعني محمد عماد اول ما يكون هو جاي النهارده يدربني، هو بصراحه من اكتر الناس اللي انا بحبها ودايما بيكونوا معايا في الفيديوهات. طب بتعمل ايه دلوقتي يا عمده؟ بوكس ده اسمه ريل، بعمل بحط عليه واكس عشان خاطر اوكي يساعدنا في الجرايندز. دي صابونه؟ ما هو بصراحه الواكس انا نسيت اعمله فجبت صابونه، الاثنين بيقضوا الغرض عادي. ده اسمه ليدج. اي كورنر بيبقى اسمه ليدج. اي بايب اللي هو زي مثلا ماسوره كده مدوره، الماسوره المدوره دي بيبقى اسمها ريل. الفكره بقى ان الريل والليدج الاثنين بنلعب عليه، بس في واحد بيبقى اسهل من التاني شويه. الليدج بيقول ان هو بيكون اسهل، بس انا بالنسبه لي انا بحب الريل اكتر. اللي هو الريل هو عامل الماسوره يعتبر. الماسوره المدوره دي بيبقى اسمها ريل. في نفس الوقت تعالى بص هنا فوق، ده بيبقى ريل برضو، بس ده اللي بيبقى ريل موجود على رام بيبقى اسمه كوارتر بايب. دوت برضو بنقدر ان احنا نطلع ونجرايند عليه كده بالجنب برضو، بس ده بيكون ليفل اعلى شويه. يعني دي الحاجات اللي انا هعملها النهارده يعني. هنلعب على الليدج، عديت الليدج وبقيت تمام هتلعب على الريل. انا حاسس ان الايدج سهل. ما هو الليدج طب عمده، تتوقع ان انا هبقى ادائي عامل ازاي في الاجريسيف عموما؟ هو بيكون احلى. وانا بشوف محمد عماد بغير الموضوع عشان ما يقولش الحقيقه. انا بوظتك اللحظه طبعا. احنا عندنا السكيت بيبقى مكون من 3 حاجات بنجرايند عليها. اول حاجه دي اسمها اتش بلوك، نطلع عليها على الريل او الليدج بالشكل ده، نطلع عليها فيرتيكال عليها بالظبط. الجزء الكبير ده اسمه سول بليد. السول بليد هي اللي بيبقى عليها اغلب الجرايند. احنا بنبقى مثلا اجريسيف بيبقى اغلبه عجلتين بس، دول ما بيبقوش عجل، دول حاجات اسمها انتي روكرز. اوكي، اللي هم حجمهم صغير قوي ودول اصلا لو مسكتهم هم مش عجل، ناشفين جدا. دول عشان لو انت مثلا طلعت هنا تزقك ان انت تنزل الاتش بلوك، دي بتساعدك ان انت تجرايند في النص. الجزء الصغير اللي شبه السول بليد ده اللي هو الداخلي ده، بس النيجاتيف دوت بتاع الناس الادفانس قوي يعني، مش اي حد بيعرف يجرايند عليه. هنشتغل عليه النهارده السول بليد وال اسمه ده الاتش بلوك. بجد عجبني الشغل. اوكي دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هننزل هنتعلم ازاي نطلع بالسول بليد على الريل او على الليدج. يعني خلينا على الليدج وانا بتحرك وانا واقف واحنا واقفين الاول هنعمل حاجه اسمها بوزز. اوكي نايس يا جماعه. صوت الاجريسيف رهيب. فاهمين؟ ده الليدج. ده الليدج ده اللي هنبتدي عليه. اول حاجه لازم نتعلمها ان احنا بنبقى واقفين اوكي تمام، لازم تعرف انت اتجاهك ايه، يمين ولا اتجاهك شمال. احس ان انا شمال. تكون لو انت بتلعب مثلا انت مثلا السول بتجيبها كده في السلايدات عادي، ممكن تيجي هنا تلاقيك انت بتجيبها كده. اوكي ملهاش علاقه، الاتجاهات بتختلف. اوكي لما اجي اتمرن بتمرن على جهتين ولا جهه واحده؟ بتشوف انهي جهه اسهل لك. اوكي ده هنعرفه دلوقتي، هنعمل تيست عشان نقدر نعرف. اوكي فالتيست بتاعنا ان احنا نرفع رجلينا وهنركبها حلو على الليدج. طيب ثانيه يا عماد، انا لاحظت حاجه انك حاطط رجلك يعني مايله لبره، يعني ركبتك مايله لبره. بره جسمي، بس ده لسه هنتكلم عليها بس لما نعرف انت محتاج انهي اتجاه. ارفع رجلك كده تمام، لف الناحيه الثانيه وشوف عارف ترفع انهي اسهل. حاسس ان انا لما اجي اعمل جرايند على الرجل الشمال احس ان انا هعرف اجيبها بسهوله، بس لو عملتها باليمين بحس انها بتشبك على طول. عشان اتاكد من حاجه زي كده هنعمل تمرين بسيط قوي. احنا نرفع رجلينا وهنقف عليها وننزل تاني. هجرب مره كده ومره الناحيه الثانيه. اللي هتجيب عليها توازن اعلى هي ديت اللي انت هتلعب عليها. ايوه حاسس ان هم اتنين زي بعض.
حلو. اللي هيخلينا دلوقتي نعرف انهي واحده الاحسن هتعمل ايه؟ تطلع مثلا بدل ما ارفع رجلي كده، بص اهو هطلع يا جماعه لا معلش شات اوت كده، الصوت بتاع الاجريسيف يطلع تاني كده. تمام. جرب الناحيه الثانيه. انت عايز اقول لك انت جبت اليمين اسهل، انا من وجهه نظري انت معاك الاثنين اصلا. خلينا بقى نتاكد دلوقتي. انا اصلا دي حركه دي كده ان انت تطلع برجل واحده وامشي تثبت عليها وتجرايند اوكي كده، اسمها حركه اسمها موكي. طيب يا جماعه احنا عندنا دلوقتي تحدي المفروض نعمله في اخر الفيديو بعد التمرين ده كله. عماد ايه هو التحدي بتاع الحلقه؟ الليدج اللي احنا كنا بنلعب عليه اوكي هتاخده كله تمام كله وهتاخد اسمه ده الكورنر الصغير اللي هناك ده. يعتبر مش ليدج، لان الليدج بيكون حته حديده، لكن ده يعني اسمنت فاهم، مسلح، فبيكون اصعب شويه، بس يعني هو مسافته نفسها كويسه. فاحنا دلوقتي عشان نتاكد اذا كانت الحركه انهي رجل بالنسبه لك اسهل، هنعمل حاجه اسمها ستول. الستول ديت ان انا برفع رجل وبعمل شكل الجرايند بس من غير ما جرايند. انا بعمل شكل الجرايند بس، يعني انا برفع رجلي وبعدين بروح اعمل السول. طيب. انا لسه هديك التكنيك بتاعها، وسطك وكتفك ووسطك وبيلف كل حاجه بتلف ازاي، بس اهم حاجه ان انا اطلع اخد شكل الحركه. بس بنخلي رجلينا باصه الاتجاه ده. ايوه حلو قوي كده تمام. جرب بقى الناحيه الثانيه. تمام. انت دلوقتي عرفت الناحيه بتاعتك. الناحيه ديت بقى هنبتدي ان احنا بدل ما نطلع رجل ورجل، يعني بدل ما انا بعمل 1 2 لا ابتدي اطلع الاثنين مع بعض، لان ما ينفعش ان انا بجرايند اطلع رجل وبعدين وانا ماشي اروح سابق بالرجل الثانيه. لا الاثنين بيطلعوا مع بعض. انا باخد 1 جامب، وال1 جامب دوت هو اللي بيخليني اخلي جسمي جرايند. اهم حاجه بقى في السول ان انا دلوقتي وانا طالع السول، انا رجلي الشمال لو انت نفس الاتجاه، رجلي الشمال بتكون مايله لجوه، بكون داخل لجوه. حاول تثبت في الفوق شويه، تحس ان هو عايز يوقعك. ايوه، ما هو السكيت دايما بيخلي جسمك تطلع لبره، فعشان كده دي دايما ركبتك لازم تكون جوه. وللعلم كتفك بيلف ووسطك بيلف عشان خاطر تعرف تبقى لجوه. اوكي فبتطلع بالشكل ده. بس دلوقتي بقى في توازن احسن. حلو حلو حلو. بس احنا ايوه بنحط رجلينا بقى هنا على الاتش بلوك. تمام. بس انزل بقى. ايه اللي طلعك فوق؟ مش عارف اتحمست قوي. جرب تطلع السول بليت بجامب. اوكي يعني انا دلوقتي انا طالع اهوت، فاطلع السول بليت بتاعتي بجامب. ماشي. اهم حاجه انا لما باجي بنط انا بجامب لفوق، بس مش لفوق ونازل، لا انا بجامب بكيرف، ان انا مثلا رجلي بتطلع وبتروح مديها اللوك. بعمل لوك على حلو جدا حلو جدا. هي الفكره انت كده عارف ترمي رجلك ازاي. هي الفكره كلها ان انت لسه محتاج تتعود على الارتفاع بالظبط، لان الارتفاع ده غير الارتفاع ده غير الارتفاع ده، غير مثلا البوكس اللي انا بلعب عليه في جرين، في اختلافات. طب هو تقريبا عماد كده تقريبا لو حد عايز يخش يلعب سكيت اجريسيف ياخد قد ايه عشان يتمرن ويبدا ان هو يلعب ويستمتع بالرياضه بشكل عام؟ هي بتفرق من شخص لشخص، زي بالظبط برضو في الانلاين. احنا الانلاين ممكن تلاقي واحد من اول سيشن مثلا، او من اول مثلا تجربه ليه لوحده حتى من غير كابتن، هو تلاقيه بيعرف يمشي السبعه بتاعته، يبتدي يعمل في بتاعته، يقدر ان هو يتحرك. تمام. هي بتفرق من شخص لشخص، بس يعني تقريبا متوسط تقريبا في خلال مثلا 3-4 ايام هتبتدي تعرف ازاي تطلع على الريل نفسه. تمام. او الليدج. يعني تقريبا انا بقى ده السؤال الاهم، انا باخد قد ايه؟ انت النهارده انا مش همشيه غير لما تعمل جرايندايه واحده. فاحنا كده دلوقتي يا جدعان التحدي بالنسبه لنا ان احنا نعمل اول جرايند لينا في حياتنا تكون جرايند كلين. المفروض ان انا اعمل حاجه زي كده، المفروض بقى اتوقع اعملها هتجيبها. يلا بطلع الجرايند بتاعي، ركبت السول وركبت الاتش بلوك وببقى باصص الناحيه دي كده بالظبط. بس ايوه، وبتبتدي توزن نفسك. ابتدي اوزن نفسك. حلو. انا حاول دلوقتي بقى ان انت تجامب عليها مره واحده. حلوه قوي. جامب. ما تخليش بقى رجلك اللي على الاتش بلوك تروح منك تتزحلق. انا بخليها يعني تقريبا بزاويه 90 دوت السول البيزك. في طبعا سولز تانية بتبقى رجلي مايله بالشكل ده، وفي سول رجلي بتبقى مايله بالشكل ده، بس احنا خلينا في البيزك ان انا هخلي رجلي مستقيمه. اسمعوا الصوت. حلوه قوي. العين دايما بتكون قدامك مش على السكيت. هي ممكن تكون على السكيت. في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده، بس انا اللي بيصيب معايا او اللي بيجيب معايا ان انا عيني بتبقى في نفس الاتجاه، مثلا زي ما انا بصلي. لو انت لسه في الاول ومش عارف تعمل حاجه زي كده، خلاص ممكن تبص على الليدج ان انت تطلع وتركب.
حلوه قوي. هو انا لازم اثبت ولا الموضوع صعب وانا واقف؟ لا المفروض ان انت تثبت على الاقل ثانيه ثانيتين في البدايه عشان خاطر وانت بتجرايند تعرف تكمل. انا بدي نفسي مساحه ان انا اطلع واقعد وانزل. واو حلوه قوي دي. دلوقتي يا جماعه هنعمل حاجه جميله قوي، ان احنا هنخلي هشوم ياخد سنه سبيد صغيره مع الجامب. انت بتقول ايه يا عم؟ ليه بقى؟ يلا. يوه طب هتمسكني؟ لا. ودي اول وقعه يا جماعه مع هشوم برعايه اوربن ستور. لو مش عايزين يا جماعه تقعوا كده اشتروا السيفتي من على اوربن ستور. ما ركبتش في الاول بس كنت ركبت. ان انا حتى وانا عاملها غلط بيكون في ثبات، معناه ان هو بالظبط. ده معناه ان انت عندك التوازن بتاعه، فده حاجه حلوه. حلوه دي. مش اللي بيصورنا يا جدعان. يلا يا هشوم يلا. ما جاتش صح، في رجل ما جاتش صح. جامد. ايزي. نايس. اول جرايند ليا في حياتي. ليتس جو. تاني جرايند جامد يا اخي والله الانسان ده رهيب. انسان مين؟ علم لي بطريقه رهيبه يا جماعه. مبسوط. للتدريب الاونلاين اتصل على 010. جرايند ثالث ونجيب هاتريك. ان انت تنزل من الجرايند وتلف، دي اسمها 180 اوت، ان انت تاخد الجرايند مثلا بزاويه وتنزل عكس جسمك. جو. يعني ليه نجرب 180 اوت؟ ليه؟ لا اصلا انا بحس ان انا كتفي كده لما يجي يلف لبره الاوت بحس ان انا بطلع، يعني بحس ان انت تنزل 180 عادي. يعني بالنسبه لي سلسه، فاهم؟ يلا سبيد. يلا سبيد. جامد. الرجل اللي طالعه على السول لازم تكون داخل جوه، ما ينفعش اطلع فارد، لازم احاول اعمل ست على قد ما اقدر، ابقى قاعد، ابقى مقرفص رجلي على قد ما اقدر. انت مثلا لما طلعت كده، رجلي دي هنا ورجلي دي هنا، بس شايف رجلي مفروده ازاي؟ لازم على قد ما اقدر اكون كده. دي اللعب الاجريسيف الصح. تمام؟ تبقى قاعد. محتاجه استرتشات ولسه مش عندنا يعني. عماد انا عايز تحدي تجيب الليدج ده كله سول من الرامب اللي هنا، تنزل الرامب وتاخد الليدج كله لحد الاخر وتنزل. ده التحدي بتاعك النهارده. لا مش عاملها. مش راضي تيجي ليه؟ حلوة يا ولد يا شوف. يا جماعه بقيت ببص كده او نظرتي للحياه زي بتوع الاجريسيف. تعالوا كده شوفوا انا لقيت ايه. يعني دي بالنسبه لي اللي هو في حاجه ممكن نعملها هنا، يعني الموضوع غريب. ايوه ينفع. طيب يا جماعه احنا علينا ارتحنا شويه، ودلوقتي احنا هنخش التحدي اللي احنا عملناه او قلناه في بدايه الفيديو. بصراحه تجربه الاجريسيف رهيبه جدا وهقول لكم عليها في نهايه الفيديو، فيلا خلينا نعمل التحدي. مش عارف، انا خايف قوي متوتر، فبسم الله بسم الله وان شاء الله خير. خش. لا خليك هنا حسب معتز. يا ولد جت شويه. ننزل كده. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعه الليدج سهل اوكي تمام، بس بتيجي هنا بتقلش، مش عارف ليه. انا حاسس ان دي اسهل بس ما بتجيش، ما اعرفش ليه. 2000 years later.
اخيرا. مبسوط جدا وحابب اقول لكم ان انا هقفل الكاميرا دلوقتي واروح العب. تجربتي مع الاجريسيف بصراحه من التجارب الغريبه بالنسبه لي بامانه، وكنت دايما نفسي ان انا اعملها، وكنت باجلها علشان انا عايز اعمل الفيديو دهوت. شعوري ازاي؟ عارفين انتوا لما تطلعوا جرايند او تعملوا حركه بالاجريسيف تنزلوا انت تحس انك مش عايز تعمل حاجه، خلاص انت كده ختمت اللعبه، وتحس كده بشعور نشوه غريب. اي نعم وقعات خطره، بس الحمد لله لما تاخد الموضوع بالستبس تلاقي الموضوع بالنسبه لك سلس، تاخده باريحيه. الوقعات فيه مش عنيفه، خصوصا لو حد معاك واقف هو بيعرف هو ازاي بيتعلم وازاي يعمل تريك معينه. وشاوت اوت لعماد بصراحه على المجهود الرهيب اللي ساعدني فيه في التصوير والتدريب. الاجريسيف بشكل عام يعني اي نعم هي رياضه خطره، وانا ما جربتش حاجه يعتبر في الرياضه دي بشكل عام، مش حته ايدج قد كده تبقى هي اللي تديني الاكسبيرينس كلها، ولكن بشكل عام ادتني كده نبذه بسيطه جدا عن الرياضه ديت. انا هكمل اجريسيف. مش عارف، ممكن تلاقوني في اليوم الايام كده ايه لاعب اجريسيف، واسيب الان لاين عادي، واسيب السلالوم والسلايدات، بس يعني تجربه رهيبه و that's it. انا بكره العيال الصغيره. وانا كمان.